عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حياتك تفضل في راحه وفي امان. النهارده جايه لكم بوصفه حواوشي حلوه جدا ومغذيه وفي نفس الوقت اقتصاديه. من ربع كيلو لحمه عملنا منهم 9 تركيفه حواوشي ما شاء الله. حجم الرغيف حلو كبير ومش واحد مش صغير. وضفنا عليهم بطاطس، حبيتين من البطاطس ونص كوبايه من البرغل. عملنا منهم يعني ما شاء الله، حطينا فيها فوائد حلوه جدا. تعالوا جربوها بنفس طريقتها هتعجبكم جدا. بص ما شاء الله اللهم بارك، طريقته حلوه، طعمه حلو جدا. وقرمشته سامعين قرمشته مع شيبسي طبعا، مع مخلل، مع حاجه ساقعه. والف حمد وشكر ليك يا رب. بس عايزين ندعي قبل ما نعمل اي حاجه، نبدا ندعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويجعلهم دايما من الشهداء ويقويهم يا رب. ودايما يا رب، يا دايما 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 في مصر. وربنا يبعد عنهم اي حد وحش يا رب العالمين، وينصرهم ويبعد عنهم الصهاينه ولاد ستيف 70 دول. وربنا يرحمنا برحمته يا رب ويرحمهم. احنا مفيش حاجه في ايدينا غير ان احنا ندعي لهم ان ربنا يرحمهم برحمته ويصبر اهاليهم يا رب العالمين. يلا بينا نخش على الطريقه ويا رب تعجبكم. بس بالله عليكم قبل ما توصلوا لاي حاجه، قبل ما تكملوا الفيديو معايا، تدوسي لايك يا اختي انت وهي جميله، وتبعتوا لي تعليق حلو منكم. دعمكم بيفرحني جدا جدا جدا. وربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري يا رب العالمين. يلا بينا، ربنا يفرحكم باولادكم جميعا يا رب ويسترها عليكم جميعا. يلا نخش على الطريقه. يلا يا حبايبي هنبدا. معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، انا جايباها بيضه شويه، هي ما فيهاش دهون كتير. انتم متهيألكم ان هي فيها دهون، هي حمراء. هنحط عليها حته من الدهن كده صغيره. ومعايا معلقتين من البرغل، انا حطاهم في ميه سخنه بقالهم اكتر من ساعه ونص او ساعتين. حطاهم كده لحد ما هو شربت الميه كلها. ومعايا بطاطستين كمان مبشورين اهم، بشرهم كده وحطاهم. ومعايا هنا بصلايه كبيره وطماطمايه وقرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي. ويلا بينا هوريكم نعمل ايه. جبنا اهوت حته بليه، حطيناها، ما حطيناش كلها طبعا، خدنا حته حلوه كده منها. هبشر عليها الاول البصلايه عشان تبقى بميتها. انا بقى عايزه الميه بتاعت البصله مش هرميها اهو بالشكل ديت. هنحط معاها برضو قرن الفلفل الرومي بالشكل ديت. ومعايا 2 من سبايسي عشان بحب الحواوشي سبايسي اهوت. وهنحط الطماطم دي هنخليها اخر حاجه. هضرب بس الاول دول كده مع بعضيهم مع حته اللي حطيناها مع قرن الفلفل مع البصلايه الكبيره وارجع لكم. اهي اتفرمت اهي زي ما انتم شايفينها، فرمتها اديتها فرميات لسه اهي. شايفينها عامله ازاي؟ والله من غير ما لسه ما توابل، ريحه الدهن مع البصله مع الفلفل ريحتها حلوه جدا. هنحط وراها ده كله، لسه ما حطيتش اللحمه طبعا. هحط الاول البطاطس بعد ما بصفيها خالص اللي هي المبشوره بالشكل ديت. عملنا الحواوشي بالشكل ديت، عملنا منه. هجيب الجبنه اللي انا عملتها معاكم امبارح اهي بالشكل ديت. بتديها طعم، دي بقى الجبنه اللي هي بالجبنه بطعم الجبنه الرومي، بتديها طعم حلو جدا للحواوشي. انا عملت منه الساده وعملت منه بقطع الجبنه الرومي وعملت منه بكده، طعمها حلو جدا. وهو نعمل تاني. احنا عملنا منه الساده. اللي جربوا الحواوشي دوت اللي هو بالبرغل والبطاطس طعمه حلو جدا. وعملنا منه كميه يعني من ربع كيلو لحمه وبطاطسين 2، عملنا اللهم بارك حلو، كميه حلوه جدا. وادي العيش معانا طبعا اهيت. هقطع حته صغيره كده واروح فاتحاه كده. طبعا العيش اللي متقطع ده يا جماعه احنا هناكل بيه جبنه، هناكل باي حاجه، مش هنرميه عشان حرام ما تزورش من وشنا. وهفتح كده واروح حاطه بالشكل ديت. اللهم بارك ما شاء الله. الربع كيلو عمل لي حوالي 10 ترغيفه او اكتر. هوريكم دلوقتي هعدهولكم. والله جربوا اللحمه المفرومه بالبرغل بالبطاطس، دي طعم حلو جدا جدا جدا. جربوها وهقول لكم هنعمل دلوقتي ايه. عندكم طريقتين للسوا، يا اما على البوتاجاز على فرن، يا اما زي ما قلت لكم يا اما بوتاجاز، قصدي على البوتاجاز في صينيه، يا اما في الفرن. ابص انا اهو كترت الجبنه كده. ودلوقتي هو الجبنه الصاج بتاعنا ده صاج الفرن، هدهنه كده كله زيت بالشكل ديت اهوت. وهحطه وهرص العيش بالشكل ديت.
ارصه يمين وشمال. هي الصاج هياخد حوالي 3 بس، 3 واروح حاطه كده على الوش كده اهوت، مكتريش في الزيت يعني اهيت. وادهنها يمين وشمال. طبعا هو تحت هيبقى مدهون مطرح الزيت اهوت. بصوا الشكل هيبقى عامل ازاي، انا بعرفكم. اللهم بارك. هنسيبه بقى في الفرن ديت. هو ما شاء الله عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بس ما شاء الله 9 كبير. ده الحواوشي اللي هتوقع عليه بالجبنه الرومي. بس ما شاء الله الرغيف ما شاء الله كبير، يعني مش الصغير اللي هو بتاع الحواوشي اللي بيتباع بره، فالكميه بتاعته. دلوقتي اهو الحواوشي اللهم بارك ما شاء الله. شايفين شكله من بره ومن قدام، والله الكاميرا ظلماه وريحته اقسم بالله روعه روعه روعه. اهو دول كده استوى يعتبر. وديت انا ليه بقول لكم ممكن تعملوه في الطريقتين، عشان خاطر ان هنا ما بيشربش زيت زي جوه بيشرب زيت اكتر. ليه؟ عشان خاطر بيبقى مليان دهون، انك طبعا كل شويه على الطاسه، فبالتالي ان لازم تسقيه كل شويه من الزيوت. او شيلنا الاربعه وحطينا 4 غيرهم وحطينا الزيت من فوق على الوش، وهنسيبها كده حاجات بسيطه. الزيت ما تكتريش يعني. وبكده تبقى هي دي اكلتنا النهارده. وطريقه الحواوشي بتاعتنا رهيبه. بصوا الجبنه بتاعتها عامله ازاي، شايفين؟ اقسم بالله روعه حلوه جدا. جايبين بصوا الطريقه عامله ازاي، دوقوها ولا الطعم اقسم بالله تحفه، مع كوبايه شويبس. قلت لكم اعملوا لايك. دوقوا بقى الحواوشي اقسم بالله روعه. تعالوا ندوق مع بعضينا. اللهم بارك. مع شويه مخلل طبعا، مع شويه كاتشب اهو. جبنا معاه كاتشب، بدون الكاتشب طعمه حلو جدا، او بطحينه حلو قوي. فاهمين؟ قرمشته اقسم بالله روعه، مع طبعا اي حاجه ساقعه عندكم، وهتمشوا يومكم. والله ما شاء الله. من ربع كيلو لحمه عملت 9 ترغيفه، وحجم الرغيف حلو كبير مش صغير. جربوها بنفس طريقتها هتعجبكم. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. بالله عليكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتعملوا لي لايك عشان يوصلكم كل جديد. ومستنيه تعليقاتكم الحلوه. جواريه بتقول لكم اعملوا لايك. مستنيه تعليقاتكم الحلوه ودعمكم الحلو ليا، وندعي لاخواتنا في فلسطين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبكده تبقى حلقتنا خلصت. دمتم بخير يا كل حبايبي.